أهلا وسهلا بيكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. كلنا عارفين إن في واحد بقاله فترة كبيرة جدا نازل هجوم وشتيمة في المسيحية. بصراحة يعني ما سابش على جهده جهد زي ما بنقول. كل يوم والتاني يطلع يشتم، يطلع يهاجم، وما سابش حد في حاله. لا ساب بطرك ولا مطران ولا أسقف ولا كهنة ولا شمامسة ولا خدام ولا حتى شعب ولا حتى زوجات كهنة. ما سابش حد في حاله، محدش سلم من لسانه. بيغلط في الكل ويشتم الكل، والمسيحية بقت بالنسبة له مش أكتر من حاجة بيسلي نفسه بيها كل يوم بالشتيمة والإهانة والغلط. طيب يعني من كلامي كده عرفت هو مين بالظبط؟ زي ما انتوا قلتوا كده، معاذ عليان. معاذ عليان ما بقاش وراه اي حاجة في حياته غير الهجوم على المسيحية، ده وبس. هو ده بقى شغله الشاغل وبس. لدرجة ان هو شتم البابا شنودة، لدرجة ان هو غلط في البابا توادرس، شتم الأنبا بنيامين، شتم الأنبا بشوي، شتم كهنة كتير وشتم زوجاتهم. بس اللي انتوا مش عارفينه بقى، وده اللي خلى الدنيا تقوم وما تقعدش، وخلى العذراء تتصرف معاه تصرفات زعلته وكسرته، هو انه شتم العذراء مريم نفسها ووصفها بانها انسانة شحاتة، وعمال يقول ازاي تروحوا تتباركوا بواحدة شحاتة، ازاي تروحوا تاخدوا بركة واحدة ما كانتش لاقية تاكل، ازاي تروحوا تتشفعوا بان واحدة ما كانتش لاقية رغيف العيش الحاف تاكله هي وابنها، وانتوا رايحين تطلبوا منها ان هي تسدد ديونكم وتسدد احتياجاتكم. شعب مغيب. وبدأ يتكلم بطريقة مش كويسة على العذراء مريم. بدأ يحسس الكل ان فعلا العذراء واحدة شحاتة زي ما هو كان بيقول. اقنع نفسه واقنع كل اللي حواليه واقنع كل اللي بيسمعوه بان العذراء انسانة شحاتة وما قدرتش تساعد نفسها، فبالاولى كانت ساعدت نفسها بدل ما تيجي تساعدك انت. يعني انت ما تطلبش منها مساعدة لانها مش هتعرف تساعدك. وكان بيقول ان فاقد الشيء لا يعطي. هي لا تمتلك قوة نفسها، كيف تمتلك قوتك انت واهل بيتك؟ طبعا الكلام ده كله هو معتمد على ان العذراء مريم كانت انسانة فقيرة ايام المسيح وايام هروبها لارض مصر، وكانت ما معهاش فلوس تاكل ولا تأكل الصبي يسوع. لكن احنا هنرد بكل قوة على الكلام ده، ومش ردودنا احنا ولا كلامنا احنا، ولكن ده رد الآباء. يعني في بعض الآباء ردوا ردود احنا هنقولها، وهنقول ردود من عندنا احنا كمان. اولا العذراء مريم كانت فقيرة، كانت محتاجة طبعا، لكن هذا لا يعيب أبدا. الفقر عمره ما عاب إنسان أبدا، ولكن الذي يعيب الإنسان هو الانحراف بسبب الفقر. أنا النهاردة إنسان فقير، وعلشان أجيب فلوس بقيت بعمل حاجات مش كويس، حاجات تزعل ربنا. هذا هو العيب، ده العيب فعلا. ولكن اللي مش عيب هو إني أكون في الأصل فقير. عارفين ليه مش عيب؟ لأن السيد المسيح نفسه ما كانش له أين يسند رأسه، ملوش مكان ينام فيه. على الأقل احنا عندنا مكان ننام فيه. جايز مش بناكل كويس، جايز مش بنتعالج كويس، جايز مش بنسافر كويس، مش بنتفسح كويس، جايز حاجات كتير. لكن على الأقل تقدير انت ساكن في بيت مقفول عليك، عندك سرير بتنام عليه. لما بتخلص شغلك بتبقى انت عارف انت رايح فين، انت مروح بيتك. المسيح ما كانش عارف هو رايح فين. يعني بعد ما بيخلص اليوم بتاعه ما بيبقاش عارف هينام فين، فيا اما ينام هنا يا اما ينام هنا يا اما ينام هنا. فالسيد المسيح نفسه كان فقير، والفقر لا يعيب احد.
ودي كانت خطة من الله علشان يعرف الناس كلها ان الملك ولد فقيرا لأجل الفقراء، ولكنه في جوهره كان غنيا جدا لأجل الأغنياء. فالعذراء مريم كانت فقيرة، كانت فقيرة، ولكنها كانت أطهر نساء الأرض، ولذلك اختارها الله. فالفقر لا يعيب أبدا. تاني حاجة، العذراء إن كانت رايحة تخبط على ده أو ده أو ده علشان تاخد خبز تاكل هي والطفل يسوع، فهي كانت بتعمل كده من دافع الأمومة. ما هي أم. لكم أن تتخيلوا إن في أم شايفة ابنها جعان هتعمل إيه؟ ده لو هتنزل يعني هتنحت في الصخر عشان تجيب له لقمة هتعمل كده. فالعذراء مريم برضو كانت بتعمل كده لأجل الطفل يسوع، ولأجل إن دي خطة من الله علشان برضو يثبت للكل إن حتى أمه اللي كانت بتراعيه فقيرة ومش معاها فلوس، فقيرة المال ولكن غنية الروح، فقيرة المال ولكن غنية المواهب، يعني عندها مواهب لا تحصى. يكفي إن هي أطهر حد على وجه الأرض. فعلشان كده أنت بصيت للناحية المادية بعينك المادية، لكن لو بصيت من الناحية الروحية تلاقي إن الله كان ليه قصد من كل حاجة حصلة. كل حاجة حصلة ليها قصد، ما بتحصلش كده اعتباطا ولا بالصدفة، لكن علشان الله ليه قصد والله ليه خطة والله ليه رؤية. كل ده حصل والعذراء كانت فقيرة والمسيح كان فقير لحد ما صعد للسماء، كان فقير ولا يملك أي شيء سوى كلمة الخلاص. معاه كلمة الخلاص بس، غير كده مش معاه يديك حاجة، مش معاه يديك فلوس، مش معاه يديك قصور، لا ما يدكش الكلام ده، لكن يديك محبة، يديك كلمة منفعة، يديك عظة على الجبل، يديك شفاء لنفسك وروحك وجسدك. لكن تروح تقول يا رب أنا عايز اديني 100,000 درهم ولا 100,000 دينار وهو على الأرض، يقول لك لا أملك. ده الغني لما راح له قال له بيع كل مالك وتعالى اتبعني. فعلشان كده العذراء مريم إن كانت فقيرة بالجسد فهي غنية جدا جدا بالفضائل، وهي غنية جدا 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 في السماء. خلونا النهاردة كده ربنا بس يكشف لنا مكانة العذراء في السماء، ومعاذ عليان ده يعني هيعملها على نفسه لمجرد بس ان هو يشوف مكانة العذراء في السماء، مش يشوف العذراء نفسها، يشوف بس مكانتها في السماء. اعتقد ان العذراء مريم يعني خدت بعض الاجراءات مع معاذ، لان هو الفترة الاخيرة حصل له مشاكل كتيرة جدا جدا جدا، وهو طلع بنفسه اتكلم عنها، ولكن هو ما خدش باله ان المشاكل دي حصلت بعد الحلقة اللي عملها عن العذراء. حتى لو الموضوع ملوش علاقة، ولكن قريبا جدا هتلاقي ردود من السماء مخلياك تتأدب، ومخلياك يعني تلزم حدودك، ومخلياك تعرف ازاي تتكلم على العذراء اللي هي ستك وست كل العالم، مسلمين ومسيحيين ويهود وكفار وملحدين. العذراء أم الكل، أم الكل. ولا تنسوا أبونا لعازر الأنطوني اللي كان دكتور في جامعة الإلحاد، ملحد وبيعلم الناس الإلحاد، والنهاردة بقى واحد من أعظم رهبان دير الأنبا أنطونيوس، معجزات ليل نهار، والعذراء معاه كل يوم. يعني وانتم مش عارفين حبه للعذراء عامل ازاي، لو شفتوا قداساته هتلاقوه بيولع شمع وقت بس ما يجي يقول كلمة العذراء في المجمع، ويفضل يلحن في كلمة العذراء كتير قوي، او كلمة سيوتوكوس كتير قوي، يعني تقريبا اطول من ألحان طويلة، تمجيدا فيها وحبا فيها واحتراما ليها. فمش هيجي واحد زي معاذ عليان ما يسواش حتى اللي كانت بتلبسه في رجليها ويغلط ويقول انها كانت شحاتة، ويقول انها ما كانتش لاقيه اللضة ولا لاقيه تاكل، باسلوب صعب وباسلوب كله قلة ادب ومهانة للست العذراء. احنا نقلنا لكم كل اللي اتقال من الشخص ده معاذ عليان، ومن رأي الآباء
ورأينا احنا لا يختلف ابدا عن رأي الآباء. وعلشان كده احنا هنصلي ربنا ان هو يفتح بصيرته ويرشده للنور ويبعده عن اي سكة غلط هو ماشي فيها، او اللي ربنا شايفه هو اللي يعمله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.